قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة أحب أشكركم كتير 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 بجد. شكرا بجد على كل الدعم اللي بتعملوه. اللايكات والكومنتات بتفرحني وبتديني طاقة إني أكمل وأقدم لكم قصص أحلى وأحلى. أنا من غيركم القناة دي ما كانتش هتكبر، وأنتوا سبب إننا نوصل لناس أكتر ونفرحهم بالقصص اللي بنعملها. فيلا كملوا دعمكم الجميل ده بلايك حلو دلوقتي وانتوا بتتفرجوا، ومتنسوش تكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في القصة دي عشان نعرف ايه أكتر حاجة عجبتكم وايه اللي تحبوا تشوفوه في الحلقات الجاية. خلونا نوصل الفيديو ده مع بعض لأكبر عدد من اللايكات ونثبت إننا أقوى ناس في اليوتيوب. وبس بحبكم أوي 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 يا أحلى متابعين. ماما بصي، هو ده بيتنا الجديد. أيوة يا حبيبتي، هنا هنبدأ مرحلة جديدة وكل حاجة هتكون أحسن. عجبني، في نور كتير أوي هنا. أيوة يا قلبي، ده هيكون بيتنا، لازم نملاه بحاجات حلوة وذكريات سعيدة. ماما عجباني المراية دي أوي، أقدر أشوف نفسي فيها كلها. فعلا حلوة قوي، تعالي نشوف باقي الأوض. كل حاجة في البيت كأنها كاملة، البيت فعلا حلوة قوي. تحبي تساعديني علشان نحط لعبك في أوضتك؟ أيوة، أنا عايزة كل حاجة تبقى زي قصص الأميرات. وهتبقى كده يا روحي وعد. يا ترى هنقدر نتعود بسرعة على المدينة الجديدة؟ أنا شايفة كده المكان عاجبني قوي. ايه ده معناه ايه؟ منار، ايه اللي خلاكي تتصلي بيا في الوقت ده؟ احنا قريبين جدا من بعض. ماما تعالي خديني بالله عليكي، أنا بردانة والدنيا ضلمة أوي. ازاي يعني بردانة؟ انتي فين؟ معرفش، كله مقفول مش قادرة أخرج، تعالي بسرعة. منار بطلي هزار، انتي فين؟ ماما طلعيني. ايه اللي بيحصل ده؟ هشوف سجل المكالمات، ده مستحيل، منار فعلا متصلة عليا. الصوت ده كان بالظبط زي صوت منار، مش معقول. منار تاني بتتصل عليا. منار. ماما جسمي بيوجعني، طلعيني، الدنيا ضلمة قوي هنا. منار اسمعيني، انتي فين؟ قولي لي يا حبيبتي، وليه بتتكلمي كده؟ انتي في سريرك يا منار، انا لسه شايفاكي. لا دي مش انا. انا بجد مش فاهمه حاجه، هو ايه اللي بيحصل؟
ماما ما تسيبنيش. لا، ما تسمعيش اي فويس. اهدي يا تهاني، كل حاجة لها تفسير منطقي، كل حاجة. ماما انا خايفة، مش لاقية نفسي ومش عارفة اخرج، الدنيا ضلمة قوي هنا. بس انتي هنا معايا يا منار، انتي هنا جنبي. ماما اجري، ما تسيبيش اللي بيطاردني يمسكني. منار، الصوت جاي من تليفون تاني وهو في الأوضة دي. لا مش ممكن. ماما انا بكلمك. كفاية بقى، انتي عايزة مني ايه؟ انا عايزاكي تلاقيني قبل ما هما ما يلاقوني. مين هم؟ قوليلي. اللي واقفين في الأوضة معاكي. لا انا مش هقدر افضل هنا اكتر من كده. منار يا حبيبتي اصحي، لازم نمشي دلوقتي. ماما في ايه؟ مفيش يا روحي، احنا بس لازم نروح ننام في مكان تاني دلوقتي. ماشي يا ماما. خلاص مفيش تليفونات تاني، كفاية بقى. ماما ما تفتحيش. ما تخافيش يا حبيبتي، اهدي، انا مش هفتح. قلت كفاية تليفونات خلاص. ماما انا مش موجودة هناك. يلا بسرعة يا بنتي، نمشي من هنا. لا الباب مش بيفتح، كأنه متقفل من الناحية التانية. احنا مش
عشان اخرج من هنا يا ماما. اهدي يا حبيبتي، ان شاء الله هنكون بخير. ماما ما ترديش. الحقي بصي هناك يا ماما. ماما انا مش عاوزاه، هو بيقرب. لا ما تقربش، ابعد عننا. ماما انا دي انا، سيبيني ادخل. لا دي مش انا يا ماما. خلاص انا جايالك. لا مش ممكن، هو ايه اللي بيحصل؟ ماما افتحي الباب، انا بردانة. لا ما تسمعيش كلامها يا ماما، دي مش انا. لما لقيتنيش يا ماما، هما اللي هيلاقوني الاول. سيبونا في حالنا بقى، انتوا عايزين مننا ايه؟ ماما لا ما تروحيش. اهدي اهدي يا حبيبتي. ما ترديش يا ماما، انا مرار الحقيقية. تعالي يا ماما، انا مستنياكي هنا. لا مش ممكن، اكيد ده مش حقيقي. ماما يلا نمشي دلوقتي، انا مش عايزة افضل هنا. ماما تعالي معايا. انتي عايزة مننا ايه؟ انا عايزة اعيش هنا، انام في السرير اللي هي بتنام فيه. انتي مش محتاجة يبقى عندك بنتين. لا يا ماما ما تسمعيش كلامها. انا اللي موجودة طول الوقت، انتي عمرك ما شفتيها. انا مش هسيبك تاخدي مكانها. ماما ما تبصيش عليها. ابعدي عننا احسن لك. معقولة يا ماما هتضربي بنتك بإيدك؟ بس انتي مش بنتي. الصوت ده كان في المراية صح يا ماما؟ ايوه اظن كده. ماما أنا خايفة قوي. اهدي اهدي يا روحي اهدي. مامتك مش هتقدر تحميكي على طول.
مفيش فايدة، انا الحاجة الناقصة. ماما يلا بينا نمشي دلوقتي حالا. لا 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 لا، الباب مش راضي يتفتح. اهلا يا ماما، ما تسيبيهاش تدخل سريري. انت مين وعايزة مننا ايه؟ انا مش عايزة حاجة، انا بس عايزة ارجع ابقى بنتك. اختاري يا ماما، هتنقذي مين فينا؟ لا لا، ده مش حقيقي. قرري يا ماما، يا اما ولا واحدة مننا هتفضل معاكي. ماما ما تروحيش. منار خليكي معايا، انت سامعيني؟ هو انت اللي بتقولي ان انت منار؟ علشان هنا المكان اللي بنتمي ليه. ماما جسمي كله بيوجعني، ارجوكي خليها تبطل. ارجوكي سيبيها في حالها وخديني انا، بس هي لا. لا، انتي ما كنتيش المختارة. منار حبيبتي، ردي عليا ردي عليا بالله عليكي. لا يا حبيبتي، مش هسمح ان انا افتقدك ابدا. خلاص بقى كفايه. ردي والا تخسري بنتك للابد. انتي عايزه ايه من بنتي؟ فهميني. ماما ما تسيبيهمش ياخدوني، تعالي لي، انا في الناحية التانية. انتي مش بنتي، بنتي معايا هنا. دي ما بقتش هي، ده مجرد ذكرى بتتلاشى، الحقيقية معايا، تعالي والا تخسريها للابد. طيب قولي لي انتي فين؟ جوه المراية. انتي مش بنتي، ولو انتي هنا جوه انا هطلعك بالقوه. ماما لا، ما تعمليش كده، لو كسرتي المراية مش هتقدري تشوفيني تاني ابدا. انتي عمرك ما هتاخدي مكان بنتي وهخاطر. منار يا حبيبتي، انتي كويسه؟ ماما كل حاجة خلصت يا ماما.
أيوة يا حبيبتي، كل حاجة انتهت. أظن كده اللعنة انتهت، احنا خلاص اتحررنا. دلوقتي اقدر انام وانا مرتاحة يا ماما. أيوة يا روحي، خلاص مفيش أي حاجة تخوف تاني. ماما تفتكري في بيتنا الجديد في تاني حاجة زي اللي حصلت لنا؟ لا يا بنتي خلاص مفيش، هنا فعلا هنبدأ بداية جديدة، مكان ننسى فيه الكابوس اللي احنا عشناه. هروح ابص على البيت، هو عجبني قوي. احنا مع بعض يا حبيبتي، وده أهم حاجة. دي اخر حاجة صح يا ماما؟ أيوة يا حبيبتي، وعمرنا ما هنرجع هنا تاني. أهلا، أظن إن انتوا اللي كنتوا عايشين في البيت ده، البيت اللي حصلت فيه حاجات كتير. أيوة، حضرتك تعرف حاجة عن اللي حصل هنا قبل كده؟ من سنين طويلة قبل ما يبنوا البيت ده كان في بيت قديم في نفس المكان، وكانت عايشة فيه بنت صغيرة مع أمها المريضة، والبنت ماتت هناك بطريقة مأساوية، يبان إن محدش لقى جثتها. الناس كانت بتقول إن روحها اتعلقت في المكان ده، في المرايات، في الحيطان، كل حاجة كانت شايلة حزنها وخوفها. أكيد لما انتوا جيتوا وجودها حس إن في بنت تانية في نفس السن، وعشان كده ظهرت، وعشان كده لعبت معاكي من خلال المرايات والمكالمات. أيوة، وأكيد عشان أنا كسرت المراية ده أنهى كل حاجة. احنا كلنا كجيران اخدنا بالنا من اللي حصل، وبصراحة انا مبسوط ان انا شايفكم بخير. شكرا شكرا لحضرتك. بكسر المراية انتوا حررتوا روحها، وكمان حررتوا نفسكم. دلوقتي محدش يقدر يمسكم، لكن مهم تفتكروا القصة علشان محدش ينساها، واتمنى تلاقوا السلام اللي بتدوروا عليه في بيتكم الجديد. أحلى حاجة في الموضوع كله إننا لسه مع بعض، والمرة دي مفيش أي حاجة هتفرقنا أبدا.